هو انت تعرف ان الشيخ محمد رفعت رفض يتلي تلاوات من القرآن الكريم في افتتاح الإذاعة المصرية يوم 31 مايو سنة 1934؟ رفض. طب تعال هقول لك رفض ليه. طلب المسؤولين عن الإذاعة المصرية من الشيخ محمد رفعت أن يكون متواجد في مبنى الإذاعة يوم 31 مايو سنة 1934 لافتتاح أول إذاعة مصرية بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم مباشرة على الهواء، وبعدها رئيس الوزراء يتلي كلمته عبد الفتاح باشا يحيى وهيقول الكلمة، وكلمة رئيس الإذاعة هتختم برنامج اليوم. تعال بقى شوف بقى الشيخ محمد رفعت قال إيه. الشيخ محمد رفعت رفض قراءة أي قرآن وقال مش هقول أي آيات، ولم يخلق ليتلى أمام الميكروفونات الصامتة. ألح عليه سعيد لطفي موظف بالإذاعة، وبعد إلحاح طلب الشيخ محمد رفعت مهلة ليستفتي فيها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، خاصة أن الأمر غير مسبوق، فأفتى له الشيخ محمد الصملوطي إنه حلال، وتردد الشيخ محمد رفعت في قبول الفتوى وقال كيف. وطبعا كان رفض الفتوى وكان بيقول كيف يتلى القرآن الكريم ويستمع له بعض الناس في النوادي والبارات. لجأ الشيخ محمد رفعت للشيخ الأزهر آنذاك الشيخ محمد الأحمدي الظواهري وسأله عن رأيه في تلاوة القرآن الكريم أمام الميكروفون. طبعا كان رد شيخ الأزهر قال أنا اشتريت امبارح راديو عشان أسمعك أنت. وفي الآخر قبل الشيخ محمد رفعت وقرأ القرآن وأنقذ الموقف قبل افتتاح الإذاعة المصرية بساعات معدودة، وقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، وافتتحت الإذاعة لأول مرة بصوت الشيخ محمد رفعت. المصدر جريدة الجيل يوم 29 إبريل سنة 1959. الصورة للقارئ الشيخ محمد رفعت على غلاف مجلة الراديو المصري وهو يوقع عقد جديد بدار الإذاعة.